مساء الخير. النهارده هتكلم على حاجة الدراسات وضحتها، ليها علاقة طبعا بالتوحد وحاجة اسمها العصب الحائر. مبدئيا العصب الحائر ده هو بيعتبر عصب بيلعب دور مهم جدا جدا في الجهاز العصبي اللا إرادي. احنا عندنا الجهاز العصبي اللا إرادي، يعني هحاول اختصر معلش، متقسم لحاجتين. متقسم للجهاز العصبي اللي هو السمباثاوي بالعربي، والجهاز العصبي الباراسمباثاوي. الجهاز العصبي السمباثاوي ده اللي هو بيقولوا عليه بالانجليزي فايت اور فلايت، يعني ده اللي ليه علاقه بالتوتر والطوارئ، وان انت تبقى يقظ وعندك انتباه للبيئه. وبيقولوا عليه فايت اور فلايت، يعني حاله الفايت اور فلايت، يعني حاله القتال او الهروب. فهو شويه ليه علاقه بالتوتر واليقظه المفرطه والكلام ده. اما الجهاز العصبي الباراسمباثاوي فده العكس، ده اللي بيقولوا عليه rest and digest بالانجليزي، يعني حالة الاسترخاء، حالة ان الجسم بيرجع فيها طاقته، حالة الراحة والهضم. فهي حالة يعني مسؤولة عن ان هي تريحك. والحالة التانية عكسها اللي هي بتديك يقظة علشان التوتر. ما بنعتبرش ان في واحدة احسن من التانية، ما بنعتبرش كده، لان هما الاتنين المفروض بيشتغلوا مع بعض في حالة اتزان. يعني انت المفروض مثلا بتتعصب، حالة السمباثاوي، وبعدين الجهاز العصبي الباراسمباثاوي مسؤول ان هو ايه، بعد لما المشكلة تحصل يهديك. مثال على كده، مثلا انت مثلا ماشي في الشارع وعربية يعني كانت هتخبطك لا قدر الله، فانت هي العربية وقفت وانت بصيت كده فانت اتفزعت، وبعدين رجعت البيت. هنا بقى انا هدي المثال، انت رجعت البيت مفزوع، لغيت شغلك، ما روحتش الشغل اليوم ده لانك انت لسه مفزوع، كلمت مامتك مفزوع بقى جدا، وقعدت طول اليوم عمال تفكر ازاي ده انا كنت هموت، ايه اللي حصل ده. احنا في الحاله دي حاله بتوضح لنا ان الشخص ده عنده ازمه في ان هو في الحته اللي هو الجهاز العصبي الباراسمباثاوي ده، لان هو مش عارف يتكيف بسرعه، لان هو خلاص الحدث خلص. يعني او اما اتخض كده، ده الجهاز العصبي السمباثاوي تمام، اخد رد فعل خلاص، بس ما عرفش يرجع تاني، ما عرفش يسترخي بقى، ما عرفش يرتاح، لان الحدث خلص خلاص. لكن الشخص نفسه ما قدرش يرجع تاني لحاله الاسترخاء دي. ده بقى ايه اسمه ايه ده، ايه دي اللي هي دي بقى وظيفه العصب الحائر. لما بنقول ان في مشكله في الجهاز العصبي اللا ارادي، يعني في مشكله ان يحصل تكيف سريع بعد ما حصل توتر. وايه اللي مسؤول عن التكيف السريع ده؟ الجهاز العصبي الباراسمباثاوي. ايه اللي مسؤول فيه؟ العصب الحائر. ايه هو العصب الحائر؟ العصب الحائر ده بيعتبر، بيسموه ساعات العصب العاشر، لان هو بيعتبر العصب العاشر من مجموعه من 12 عصب قحفي يعني طالع من الجمجمه، طالع من ال من الجذع بتاع الدماغ نفسه، مش من العمود الفقري، واصل من الجذع بتاع الدماغ. ده بقى ايه؟ لكل اعضاء الجسم الحيويه، يعني بيوصل من الجذع بتاع الدماغ، عضلات العين، العضلات في الوش، الزور والبلع، البلعوم، المريء، الحجاب الحاجز، الرئه، الجهاز التنفسي، القلب، ضربات القلب، للمعده، الامعاء الغليظه، الامعاء الدقيقه، القولون، مراره، لغايه القولون. تمام. هو يعني زي ما انتم شايفين، هو تقريبا مسؤول عن اعضاء كتير قوي، صح، عن اعضاء كتير قوي وعن وظائف كتير قوي جوه جسمك، ان هو ينظمها. فطبعا لما بيبقى في مشكله هنا ممكن تظهر لنا على كذا، على كذا حاجه بقى. فاحنا بنعتبره حتى ان العصب الحائر ده بيعتبروه هو عصب التعافي، يعني هو اللي بيشفي الناس من حاجات كتير. وده اللي انا هتكلم عليه في الحلقه دي، ان انا هقول المشاكل وازاي هو ارتبط بالتوحد في الدراسات، وهقول ازاي ممكن بالطبيعه كده نعمل حاجه اسمها تحفيز للعصب الحائر ده. تحفيز للعصب الحائر يعني ان احنا نظبطه. ليه هو بايظ؟ ده بقى اللي انا هقوله. ازاي العصب الحائر ده بايظ؟ دي اللي بيقولوا عليها بالانجليزي low vagal tone. low vagal tone
يعني العصب الحائر عندك النشاط بتاعه منخفض، مش مظبوط، منخفض النشاط، يعني بطيء، سلاجش، متكاسل. لما العصب الحائر النشاط بتاعه بيكون متكاسل كده، بيأثر على كل حاجة من اللي أنا قلتها دي. بيأثر على ضربات القلب، بيأثر على التنفس، بيأثر على كذا حاجة أنا هقولها بقى، وهنلاحظ إن الحاجات دي كلها موجودة في التوحد. لأن الدراسات عايزة توضح ده، الدراسات وضحت إن العصب الحائر ده بالذات هو اللي اكتشفوا، يعني هو بنسمي العصب الحائر ده كأنه المايسترو بتاع الجهاز العصبي اللا إرادي كله. هو المايسترو بتاع الجهاز العصبي اللا إرادي، والجهاز العصبي اللا إرادي المفروض يبقى فيه اتزان. العصب الحائر هو المسؤول عن الاتزان ده. تمام. انا اسفه ان انا بعيد نفسي، انا بس بحاول اشرحها كويس من غير ما اهين اي طبيب قاعد. آه، ف طيب ايه المشكله بقى؟ المشكله هنا ان زي ما قلت الدراسات اثبتت ان في اختلاف في النشاط بتاع العصب الحائر ده عند المتوحدين والاي دي اتش دي. والدراسه حتى كانت بتقول برضو جابت سيره الاطفال، ان هي ربطتها يعني قاسوها ازاي في الاطفال المتوحدين. ان الاطفال المتوحدين، انا قلت مره في حلقه قبل كده ان الطفل المتوحد الحاله العاديه بتاعته اللي هي البيس لاين، حاله الاسترخاء دي العاديه خالص، اكتشفوا ان فيها ضربات قلبه سريعه. يعني مقارنه باقرانه التقليديين اللي هما الطفل اول ما بيتولد التقليدي، اول ما بيتولد ومتوحد بيبقى قلبه بيدق بسرعه جدا. يجي على سن 6 سنين كده يبدا شويه يبطأ، مع الوقت يبطأ وندخل في حاجه اسمها اللي هو ايه، اختلاف معدل النبض. دي اللي هي المرحله الطبيعيه ان هو بيقعد يختلف على حسب حاله الشخص. ده بقى البروسيس ده هو اللي بايظ عند المتوحدين. يعني ايه؟ يعني اكتشفوا عند الاطفال المتوحدين ان لا، ده القلب بيفضل يدق بسرعه هو والنفس. فالطفل بيفضل في حاله، الطفل اللي هو عمال يكبر ده بيفضل في حاله اثاره عاليه جدا، وكأن في تهديد قدامه. بيفضل في حاله الجهاز العصبي السمبثاوي ده، بالرغم ان مفيش حاجه حواليه، هو في اثاره مفرطه على طول. طبعا ده بيأثر على ايه؟ على الحته الاجتماعيه، لان هو مش كويس مع اصحابه، ولا كويس مع المدرسين، ولا كويس مع المعالج. متعصب على طول، حاسس باثاره مفرطه، مش عارف ينسجم. دي واحده يعني من المشاكل العارضه. فالحته دي الدراسه كانت بتقول كده. يعني الدراسه بتقول ان لا، البروسيس ده عند الاطفال المتوحدين بطيء. عند سن 6 سنين. عند التقليديين ممكن يكون بيبطأ، انما عند المتوحدين لا، العمليه بطيئه بتاخد وقت. وفي دراسات طبعا تانية بتقول لا، ده هي بتكمل كده، وعلشان كده عندنا مشاكل في التوحد. لكن طبعا انا عايزه اقول برضو الدراسات دي مش هي نفسها دراسات مكتوب فيها كده ان دي مش كفايه ان احنا نطلع بنظريه. لان احنا يعني هم بيقولوا احنا اكتشفنا فعلا ان في اعراض في التوحد شبيهه، يعني هي نفس اعراض ان في مشكله في العصب الحائر مع الدراسه اللي انا قلتها دي. لكن برضو ما نقدرش نقول ان مشكله التوحد هو العصب الحائر بس، ما نقدرش نقول كده. هم عايزين يقولوا كده بس في مشاكل، وبالتالي هنوصل ان احنا طب ما يعني مع الادويه والكلام ده كله، لو محتاجين ادويه طب ليه احنا ما نستخدمش الاسلوب الطبيعي ان احنا نحفز العصب الحائر ده ونحل بعض من مشاكل التوحد. ده اللي انا عايزه اقوله بقى. لما احنا متوحدين كتير على درايه بالكلام ده طبعا، هما بيقولوا المتوحدين دول بيقولوا اللو فيجل تون ده هو الحل. انا اسفه ان احنا اللو فيجل تون ده هو المشكله، اللي هو بيقول عليه افراط في النشاط العصب الحائر. فالحل هو ايه؟ ان احنا نعلي من قدرتنا على التحمل، يعني ندرب العصب الحائر ده انه يستحمل، انه يوصل بسرعه لحاله استرخاء. لان احنا عندنا مشكله في تنظيم المشاعر والكلام ده كله، مشاكل كتير. طب ليه احنا ما ندربش العصب الحائر ده؟ طبعا مفيش حاجه اسمها بندرب العصب ما بيدربش، بس انا عايزه اقول يعني احنا بنعمل سلوكيات معينه وعادات معينه تهدي شويه العصب الحائر ده، تخلينا يعني بنميل ناحيه الباراسمباثيك اللي هو حاله الاسترخاء دي. لان الحاله دي مهمه، دي الحاله اللي بيحصل فيها التئام الجروح والشخص فيها بيستعيد الطاقه تاني وبيستريح. وبعدين الحاله دي
يعني دي اللي ليها علاقه بالتعافي، بينما الحاله التانية ليها علاقه بالامراض الصحيه. لكن طبعا هو المفروض يبقى فيه توازن، يعني ده اللي انا عايزه اوصل له، بس احنا ما عندناش توازن في التوحد. ازاي بيأثر بالنسبه للدراسات بتقول كده، ازاي العصب الحائر ده بيأثر في التوحد، يعني الجهاز العصبي اللا ارادي ازاي ده بيظهر في التوحد. فانا هقول اللي بيظهر في التوحد، مش بتكلم عامه، انا بتكلم في التوحد. اولا مشاكل في الجهاز الهضمي، يعني اللي انا بقوله ده طبعا هيمشي على حد مش متوحد برضه، بس انا عايز اركز على التوحد عشان الدراسات وكده. مشاكل في الجهاز الهضمي يعني ايه؟ العصب الحائر ده زي ما قلت هو اطول عصب على فكره، هو اطول عصب في ال 12 عصب دول قحفي، فهو طويل جدا لانه هو بيتجول رايح جاي، اشارات رايحه جايه من المخ لكل الاعضاء اللي انا قلتها في الاول دي، فهي مش اشاره سكه واحده، ده سكتين. معنى كده ان هو بيأثر وبيتأثر، يعني هيأثر وممكن احنا يعني ايه، ممكن احنا نتدخل في الموضوع ده فنعافي نفسنا، نخليه يأثر علينا بشكل نافع. هي دي الفكرة يعني. ان هو رايح جاي، مش بيأثر بس، احنا كمان ممكن نمانيبيليت يعني. اول حاجة مشاكل في الجهاز الهضمي، اللي عنده مشكلة في العصب الحائر ممكن تظهر في مشاكل الجهاز الهضمي الامساك، لان في ضعف هنا، يعني هو مش نشيط، هو متكاسل، فمعنى كده ان ممكن يحصل لنا مشاكل في ايه؟ حموضة، ارتجاع، آلام البطن، التقلصات اللي من غير سبب خالص، الامساك، الانتفاخ والغازات. الكلام ده طبعا كله عفوا موجود في التوحد، يعني اللي انا قلته في الاخر ده بالذات الامساك والانتفاخ والام البطن والهضم مش مظبط، الكلام ده كله صح. هي الدراسات بقى عايزه توضح ده، ان هو ده فعلا ده اللي موجود في التوحد. معنى كده العصب الحائر ليه دخل، بدليل ان احنا عملنا التجربه دي على الاطفال وفعلا لقينا الاطفال المتوحدين عندهم مشكله في العصب الحائر. تاني مشكله بتبان من مشاكل العصب الحائر في التوحد هي القلق والاكتئاب. القلق والاكتئاب لان الشخص هنا بيبقى على طول في حالة تهديد، هو على طول مزنوق في الحتة السمباثيك، فعلى طول ممكن يشوف تهديد في حين ان مفيش تهديد. دي حاجة. الحاجة التانية انه على طول حاسس بتوتر بالرغم ان البيئة حواليه ما فيهاش توتر، يعني دي على فكرة من اهم اعراض العصب الحائر، ان انت تكون حاسس بتوتر وحواليك مفيش حاجة توترك. وممكن يحصل لخبطه كمان، ان انت يبقى عندك موقف موتر جدا وقاعد هادي قوي، بس الموقف موتر لكل الناس وانت مش متوتر فيه، بينما موقف بسيط جدا انت متوتر فيه، او انت متوتر على طول على اقل حاجه ومن غير حاجه، مش عارف كمان تهدي نفسك. يعني مهما حاولت اكلمك واقول لك طب فكر في البوزيتيف وبص على نص الكوبايه المليان، انت عارف، مخك واعي بده، بس انت مش عارف. دي اللي كانت دي عندي واكيد عند ناس كتير، ان انا مخي كان كويس جدا بس جسمي مش خالص، جسمي ماشي في سكه تانية خالص غيري. فالمهم ان دي من اهم اعراض المشاكل العصب الحائر، ودي طبعا موجوده في التوحد وفي الاي دي اتش دي احيانا. كمان لان زي ما قلت في حاجه اسمها اللي هو اختلاف معدل النبض، يعني اختلاف معدل النبض يعني النبض بتاعك المفروض يكون مظبوط، بمعنى ان هو مش دايما بطيء ومش دايما سريع. يعني مثال على كده، مثلا وانت بتتنفس وانت بتستنشق الهواء، بتاخد شهيق يعني، انت لما بتعمل كده قلبك بيدق بسرعه، معدل قلبك بيدق بسرعه، في حين لما بتعمل زفير معدل قلبك بيبطأ، ده الطبيعي. حاجه تانية مثلا، انت جاي بتقعد وانت اما قعدت بتقعد يعني ضربات قلبك بتتباطأ، لكن وانت بتقوم ضربات قلبك بتسرع. ففي ناس تيجي تقوم فجأة تحس ان هي كأنها هيغمى عليها، ضربات قلبها بطأت في وقت غلط يعني. فالحاجات البسيطة دي ده أمثلة يعني عشان أوضح يعني إيه إن معدل النبض محتاج يبقى متوازن يعني مظبوط. لكن طبعا اللي إحنا بنشوفه بقى إن هي دي أصلا اللي هو في أطفال المتوحدين، إن هم عندهم التنفس والنبض مرتبطين ببعض، وهم دول اللي قاسوا بيها العصب الحائر إن هو سريع قوي النبض عندهم. فعدم انتظام النبض ده طبعا بيسبب إن بيبقى فيه ساعات قلق واكتئاب أكيد، يعني أنت على طول حاسس بإثارة مفرطة. ده غير كده كمان إن ده للأسف مرتبط بأمراض القلب والضغط والكلام ده كله للأسف يعني. وبعدين بيخلي المواقف العادية صعبة جدا بالنسبة لك، انت مش عارف تهدي نفسك. ثالث حاجة من الأعراض مشاكل العصب الحائر في التوحد
انخفاض الاستجابات المناعية. يعني المناعة عامة في الجسم ليها علاقة بحاجات كتير، بس من أهمها الميكروبايوم. الميكروبايوم هي بالظبط البكتيريا والفيروسات اللي هي عايشة في جسمنا وجوه جسمنا وعلى جسمنا، وفي منها الكويس وفي منها الوحش. لكن هي الكويس منها مفيد جدا، وبيبقى موجود في بطانة المعدة. موجود طبعا، هو موجود في كل حتة، بس موجود في بطانة المعدة. بنقول على ده ده بيت المناعة. ده بيت المناعة. عشان كده المعدة مهمة جدا، والمعدة والمخ مرتبطين ببعض جدا، لأن المناعة كلها موجودة بفضل البكتيريا اللي موجودة في بطانة المعدة دي. تمام؟ جزء منها كبير يعني هي المعدة. طب ايه علاقة ده بالعصب الحاد؟ ان العصب الحاد واصل للمعدة، هو اساسا واصل للمعدة والقولون والامعاء والكلام ده كله. طيب لما بيكون في تكاسل في العصب الحائر، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا انه بيأثر على الميكروبايوم، بيأثر على البكتيريا النافعة دي، بيأثر عليها، بتضعف، لانه بيحصل مشكلة في اخراج الفضلات نفسه. انت عندك امساك، او انت عندك ليكي جات اللي هي تسريب الامعاء، عندك مشكلة. انت عندك مشكلة بقى، وعندك مشكلة في الحموضة كمان. يعني ما عندكش حموضة كفاية علشان مثلا تقدر، لازم الحموضة تبقى كفاية مثلا عشان فيتامينات معينة تتنتج جوه جسمك، زي فيتامين بي 12، بي 12. طيب يعني ايه؟ يعني معنى كده ان انت لما بيكون عندك مشكله في العصب الحاد اثرت على المعده، اللي هي مشاكل المعده اللي انا بقول عليها دي، هتاثر على المناعه. ده اللي انا عايز اوصله، هتاثر على المناعه طبعا. لانك انت لو عندك تسريب الامعاء مثلا، فانت كده بينزل منك بكتيريا كويسه كتير، مش بتقعد في المعده. ثانيا عندك امساك، انا كده مفيش، يعني مفيش اخراج سهل وسلس، مفيش. كل ده طبعا بيدمر البكتيريا الكويسه. ده غير اصلا يعني ان في دراسات كتير بقى دي مثبته ان يعني بيقولوا في دراسات كتير قوي بتقول ان غالبا مشاكل التوحد كلها سببها اساسا ان هم ما عندهمش مايكروبايومز كويسه، ما عندهمش بكتيريا كويسه، ما عندهمش الميكروبايوم، محتاجين يقووها، ما عندهمش. اولا لانهم بياكلوا نفس الاكل، وطبعا انت لما تاكل نفس الاكل فانت كده بتحد من الميكروبايوم بتاعتك. يعني اول نصيحه بيدوها عشان الشخص يبقى عنده مايكروبايوم قويه ان هو ينوع من الاكل، ينوع من كل حاجه، وكمان يبقى يتعرض للوساخه وياخد عشان المناعه. المتوحد عنده مشكله في كل الحاجات دي، ان هو اصلا ما بياكلش اكل متنوع، ممكن يكون بياكل نفس الاكل. غير كده كمان ان التوحد نفسه، يعني حتى من غير اللي انا بقوله ده، هم اساسا بيتخلقوا عندهم مايكروبايوم ضعيفه، عندهم نقص في الميكروبايوم. علشان كده في متوحدين كتير عايشين على البروبايوتيك، وعلشان كده متوحدين بيتخلقوا اصلا عندهم توتر وقلق، لان التواصل ما بين المعده والمخ تواصل اساسي، ده تواصل حاسم، وزي ما رايح جاي برضو. يعني بيقولوا ساعات على المعده هي المخ التاني، هي الدماغ التاني في الانسان. في مواد يعني دماغيه كيماويه ما بتتفرزش اصلا الا في المخ، الا في المعده، الا عن طريق المعده، زي السيروتونين. ف ف ف يعني فكره ان انا لما بنقول لحد مثلا ظبط اكلك عشان مخك تبقى كويس، احنا ما بنقولش كلام هو يعني نو، ذاتس ترو، اكشلي ذاتس ترو. لو اكلك مش مظبوط، وعمال تاخد قهوه كتير، وعمال تشرب كافيين كتير، تشرب كحول، وبتشرب ما بتاكلش كمان اكل منوع، طبيعي يعني هيحصل مشكله اكيد. المهم يعني انا خرمت، انا اسفه، انا اسفه. الاستجابه المناعيه اضعف بسبب مشكله الميكروبايومز. تمام؟ ده بقى العصب الحاد، لان هو لو مش نشيط كده ما بيعملش مفعول، ما بيوصلش ان هو ينظم حركه المعده. تمام؟ كل الحاجات دي اللي انا قلتها، ودي مش كلها كمان، دي الحاجات اللي احنا شفناها موجوده في التوحد. الحاجه بقى اللي هي بقى اللي انا فعلا خضتني في الدراسات، لان دي انا ما كنتش اعرفها بصراحه، ان اكتشفوا كمان ان العصب الحائر ده مش بس ليه علاقه بالكلام ده هو كمان ليه علاقه بعضلات الوش ونظره العين والنطق والكلام. كل الحاجات دي اللي موجوده في التوحد، اللي هي مشاكل التوحد اساسيه التواصل، اللي هم عندهم تعبيرات غريبه في الوش، احيانا غريبه عن الناس، يعني مش غريبه ان هو ايه العجب ده، لا، يعني غريبه عن المألوف. ده بسبب العصب الحاد. ده اللي اكتشفوه مؤخرا بقى، ان هو كمان بيأثر على الاجتماعيات، لان هم غير ان هم في حاله يعني اثاره عاليه والكلام ده كله، هم كمان مش
مش عارفين يقروا الوش، ولا هم وشهم بيتقري بشكل صح. وغير طبعا ان في مشكله في النطق اساسا في الكلام، لان العصب الحائر زي ما قلت يعني هو بيوصل من هنا لغايه الزور والقلب والكلام ده كله. فاحنا يعني هم من ناحيتين، فطبعا هو طويل جدا ومنتشر جدا وبيتجول بقى. هم قالوا طيب معنى كده ان احنا ممكن لو شفنا تدريبات العصب الحائر ده، طب احنا كده ممكن نحسن من اعراض التوحد. احنا يعني انا في كل الفيديوهات بتاعتي عامه اتكلمت قبل كده على البولي فيجل ثيوري ديت، اللي هي نظريه الفيجل دي، في فيديو تاني عشان اشرح فيها التوحد. ان هم بقول فيهم ان هم اتولدوا في حاله توتر، يعني هياج. بكل اللي انا قلته ده معنى كده ان في حاجات فعلا احنا ممكن نعملها. ايه هي الحاجات اللي انا اقول بسرعه ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها؟ تدريبات كده، وطبعا دي مش كلها. انا انصح اي حد مهتم بالموضوع ده الحقيقه ان هو يعمل جوجل بنفسه، لان انا مش دكتوره، لكن في ناس بتوع اللي هم مدربين اليوجا واللي هم بقى داخلين قوي في العصب الحائر ده، والدكاتره والكلام ده كله، بيقولوا نصايح كويسه جدا. ولو ان انا انصح ان انتوا تتفرجوا على فيديوهات انجليزي برضو، لان في حاجات في العربي غريبه جدا. زي مثلا من ضمن علاجات في علاجات الأندى بالعلاجات العصب الحائر ده، في حاجه اسمها تحفيز العصب الحائر اللي هو فيجاس نيرف ستيميوليشن. دي عباره عن حاجه بتتزرع تحت الجلد، تمام؟ وهي بتعمل نبضات كده يعني كهربائيه، بتحفز العصب الحائر ده من جذع المخ يعني للوظائف اللي انا قلتها، اللي هي الوظائف الحيويه في الجسم. دي للناس اللي عندهم مثلا صرع في التوحد، او الناس اللي عندها اكتئاب وما تعالجش بالادويه، يعني اكتئاب مقاوم للادويه. بس في بقى حاجات احنا ممكن نعملها، حاجات بسيطه. ايه هي الحاجات دي؟ اولا السقعه هنا اقصد بيها ممكن تبقى الميه الساقعه. الميه الساقعه خاصه لو على الخدود، لان بيقولوا في ريسبتورز في العصب الحائر ده بالذات في الحته دي، يعني في الخدود والرقبه، اللي هي هنا كده، هنا بالميه الساقعه هنا وميه ساقعه هنا، لان ده بيقولوا ده بيدي على طول اشاره للايه، للسمباثيك سيستم ده، ان هو يهدى كده وينشط الباراسمباثيك. دي من الحاجات البسيطه يعني. في كمان تدريبات ليها علاقه بحركه العين، حركه العين اللي هي النمطيه. بس دي طبعا انا اتمنى حد يعني انتوا تعملوها جوجل، عشان دي بالذات انا ليها حركات معينه. وفي الميه الساقعه دي طبعا اسهل حاجه، الدش الساقع، التعرض حتى للسقعه من غير ميه، يعني ان انت تخرج شويه بنص كم في البرد شويه، ده كله بيحفز العصب الحائر وبيهدي الجهاز العصبي اللا ارادي ده عامه. في حاجات تانية طبعا النفس، وده مهم جدا. النفس هنا مش النفس العادي، النفس العميق اللي هو انت بتاخد شهيق وتكتمه شويه جوه، وانت بتكتمه تنفخ معدتك، يعني كانك هتنفجر من جوه. هو بالظبط كده، كأن في مقاومه جوه كده، وتنفخ بطنك ويقعد شويه وبعدين تخرجه ببطء. وطبعا هنا طبعا انا يعني قبل ما اي حد يعمل الحاجات اللي انا بقولها دي، اتاكد من الطبيب بتاعك طبعا ان انت ما تقدر تعمل الحاجات دي، يعني عشان انا مش عايزه افتي. لكن دي حاجات بسيطه يعني. فالتنفس اللي هو ديب بريذنج، تمام. في كمان فكره الفايبريشن في الصوت، لان العصب الحائر طبعا ليه علاقه زي ما قلت بالاحبال الصوتيه، فهو مرتبط جدا بالاحبال الصوتيه. يعني انت مثلا بيقول لك لو غنيت او عملت اي حاجه فيها فايبريشن، زي مثلا الغرغره، الهامينج، بيقولوا عليها الهامينج كده، ده هتحس انت ان الحته دي كلها بتتحرك. والغنى، يعني دي من الحاجات اللي قويه جدا في موضوع العصب الحائر ده. اللي طبعا الابتسامه، انا قلتها قبل كده في حلقه دي، الابتسامه عشان عضلات الوش كمان مرتبطه بالموضوع ده. ساعات حتى مضغ اللبان، وانك تعمل بالونه باللبان، لان انت تعمل بالونه انت كانك بتمارس الديب بريشر ده وانت مش واخد بالك. يعني انا اسفه، الديب بريدنج، كانك بتعمل تنفس عميق وانت مش واخد بالك، لانك انت بتعمل زفير عميق، يعني بتعمل بريشر كمان، فهي جايه من هنا يعني.
الضحك طبعا، انك البوستشر بتاعتك تبقى مظبوطه، يعني تقعد مظبوط. الرياضه طبعا دي مفيهاش كلام، ودي حاجات بسيطه جدا. والمديتيشن دي يعني حاجات بسيطه جدا. لكن انا بصراحه في فيديوهات كامله عن تعمل ايه عشان تهدي العصب الحقيقي، في تمارين انا يعني مش عايزه اقولها لان انا حاسه ان الشخص المفروض يتفرج عليها، لان انا مش عارفه اشرح يعني. فانا ارجو ان انتوا تتفرجوا عليها، لان الحاجات دي كلها فعلا بتفرق جدا. ودي اللي بيستخدموها متوحدين كتير علشان حياتهم كانت بائسه. يعني ايه؟ انا صراحه اقصد بحياتهم كانت بائسه ديت ان انا، دي نصيحه للاهالي هنا اللي بيتفرجوا عليا. انت لما يعني بيكون عندك طفل متوحد، ولو في حد متوحد بيتفرج عليا يركز في الحته اللي انا هقولها دي، لان احنا كمتوحدين عندنا ازمه برضو. انا طبعا قلت قبل كده في فيديوهات كتير الحساسيه واحترام الحساسيه وبيحب العزله والكلام ده كله طبعا مفهوم. بس انا هوصل رساله هنا للمتوحد اللي بيتفرج عليا، اللي هو متوحد مراهق او متوحد لما بيخرجش خالص من البيت ده، اللي هو قاعد محبوس في البيت. لان انا كنت كده، اللي هو مرعوب من كل حاجه، حاسس ان كل حاجه حواليه مرعبه، حاسس ان كل حاجه حواليه يعني طاغية جدا، overwhelming ومرعبة، والأصوات مش قادر حتى يبدأ يحس بحاجة. فكرة الإحساس نفسها تعباه، فهو قاعد في البيت مش قادر ينزل، مش قادر يعمل، مش قادر. طبعا دي جاية من إيه؟ ده مش دلع، دي جاية من اللي أنا بقول ده كله. دي جاية من إن هو عنده صعوبة، عنده إثارة عنيفة من كل حاجة، من أبسط حاجة، والفكرة نفسها بتخوفه، كل حاجة مرعوب منها. الشخص ده يعني الحل مش ان انت تفضل قاعد في البيت. هو ده زي الفوبيا، لازم تعمل تعرض تدريجي. لازم تمرن العصب الحقيقي من الاخر كده، لازم تمرن قدرتك على تحمل الازمات دي. حتى لو في حساسيه، يعني هي مش هتتحل كده، انت هتفضل قاعد في البيت مش هتتحل. فانت لازم تعرض نفسك لده عشان العضله نفسها تقوى. انا عارفه ان الكلام ده متعب جدا، بس هو لازم كده، هو دي الحقيقه. وبناء على كلام المتوحدين هم بيقولوا كده، بيقولوا اللي هم قعدوا في البيت والاي دي اتش دي اللي ما عملوش حاجه انهم قعدوا في البيت مش عارفين يخرجوا، انعزلوا غصب عنهم يعني. برضو ان الحياه اتغيرت لما فهموا يعني ايه يعني ايه الفيجل تون، يعني ايه براكتس فيجل تون، يعني ايه تقوي العصب الحائر، يعني ايه تقوي قدرتك على التكيف، يعني ايه تقوي قدرتك وتتدرب ان انت لما تكون متوتر ومتعصب وغضبان ترجع تاني بسرعة نسبيا، ما تفضلش قاعد في الموضوع ده واليوم يعدي واليوم يبوظ ويبقى اليوم كله باظ. طبعا يعني يعني انا عندي اخويا كده، وانا كنت كده على فكرة، بس هو لسه كده. هو يعني شخص ذكي جدا وشاطر جدا، بس هو عنده مشكلة في ان هو لو حاجة باظت اليوم كله باظ، اليوم كله باظ حقيقي. يعني بياخد وقت طويل على بال انا ما احاول حتى ارجعه تاني، وده غصب عنه، ده اوبسي غصب عنه يعني. دي موجودة في اغلب المتوحدين كده. فطبعا ناخد بالنا من التمرينات اللي انا بقول عليها دي، ما نعديهاش كده. دي حاجات مهمه اللي انا بقول عليها دي اهم كمان من الادويه. لان كمان في حاجه مهمه، العصب الحائر واتصاله بالمايكروبايومز اللي انا اتكلمت عنها قبل كده. في دور مهم جدا للمايكروبايومز دي، ان هي بتساعدك تكون فيتامينات في جسمك، وبتساعدك كمان تعالج الادويه. يعني بتساعدك ان انت انك انت تستجيب للادويه، بتساعد الادويه انها تشتغل جوه جسمك. فالعصب الحقيقي داخل في كل حاجه، فالتمرينات دي بتساعد كل ده اللي انا عايزه اقوله. وطبعا البروبايوتيك يعني واحده من الحاجات المهمه جدا انك تاخد بروبايوتيك، هي البكتيريا النافعه يعني. وما تستخدمش مضاد حيوي عمال على بطال. طبعا المصريين بيحبوا جدا المضاد الحيوي ده، بياخدوه عمال على بطال، والدكاتره المصريين الله اكبر يعني عليهم لازم يدوك مضاد حيوي، يعني ده لازم. فطبعا انا معلش والله انا بتريق، وانا نفسي كنت كده، بس يعني هو ده غلط جدا. ان ده انت كشخص عنده اساسا مشكله في الميكروبايوم، ده هيدمر لك الميكروبايوم اكتر، فانت مش هيبقى عندك مناعه خالص، فما ينفعش. مع ان انت عمال تشرب قهوه غالبا عشان عندك اي دي اتش دي وبتاخد ستيمولنت، العمليه مش هتنفع. فلازم تاخد النصايح دي جد يعني، بجد والله. وانا معاكم يعني، انا بقول كده لينا كلنا، مش بقولها من مكان ان انا بفهم يعني وانتوا لا. هي دي التمرينات. انا طولت كالعاده. دي حاجات مهمه جدا، البروبايوتيك والاكل المغذي والتنوع في الاكل بقدر الامكان. حتى لو انت بقى يعني ما بتعرفش تاكل اكل كتير، لازم تنوع، هي لازم. تمام. اخر بقى نصيحه للاهالي،
اخر نصيحه الاهالي ليها علاقه برضو بعدم القدره على تنظيم الانفعالات والمشاعر. انا اديت نصيحه هنا للمتوحدين وقلت لهم ان هم لازم يخرجوا من البيت، يعني لازم يتعرضوا لمواقف صعبه ويحاولوا يتاقلموا معاها. هو ده التكيف وهو ده التدريب، هو ده الحل. بس انا برضو عايزه ادي رساله هنا للاهالي. دلوقتي في حاجه انا هقولها سريعه جدا عشان هي حصلت قريب. لما بيكون في شخص متوحد والشخص ده جاله انهيار، تمام، اولا انت في علامات معينه بتحصل قبل ما الشخص ينهار. في علامات معينه بتحصل قبل ما المتوحد ينهار تماما. بتلاقيه مثلا مش بيرد عليك، بتلاقيه عمال يعمل في حاجات معينه كده اللي هي ايه، على وشك ان هو ينفجر. طبعا ممكن اعمل عليها حلقه دي، بس انت محتاج تلاحظ الحاجات دي، ده اولا عشان ما تتفاجئش ان انت هتتفاجئ. ده اول. الحاجه التانية، لما بيجي شخص متوحد منفعل، يعني اطلع بره الاوضه، ما تحاولش تهديه. لان في حاجه كده بيعملوها التقليديين، ان انت تبقى يعني انا ابقى مثلا انا متنرفزه مثلا، الشخص هنا مصمم، هو حاسس ان هو هينقذني، هو بيعملها بنيه كويسه، يعني هو حاسس ان هو هينقذني، فيا عايز يا هيحضني، يا اما هيقول لي معلش، يا اما هيقول لي طب ايه اللي مشي غلط نصلحه، هيعمل حاجه، هو بيحاول يعمل حاجه. وانا خلاص كنت فلتت خلاص، يعني انا يعني اتس اوفر، انا كشخص متوحد العمليه خلاص، يعني هي انفجرت خلاص، انا ام اكسبلوسيف ناو، خلاص مش في حاله خالص ان انا ان انت تحلها لي، ما تحلهاش دلوقتي، لو عايز تحلها فعلا اطلع. وجودك مش مستحب خالص في وجود شخص متوحد متنرفز، معلش مع احترامي. لان في حاجه تانية برضو مهمه جدا وبتحصل للاطفال المتوحدين والمراهقين. لما يبقى في مراهق متوحد منفعل، هو مش عارف يقول لك يمشي، وغالبا هيقول لك يعني، او بيقول او بيزعق او بيخبط حاجه، ده معناه ان انت اطلع، don't try to fix it now, don't. فانت ما بتطلعش، انت بتحاول تحلها فعلا، لان انت فاكره زي التقليديين، هتقول له مثلا ايه، لا معلش طب بص خلاص انا هعمل اللي انت عايز، انت بتحاول تحلها يعني، صح؟ وهو خلاص فلتت منه خالص. انت لما انت بتعمل يعني مجهود تقليدي علشان تحاول تحل مشكله توحديه، فبتفشل، فاللي بيحصل ان هو بيتنرفز اكتر، فممكن يضربك انت نفسك، يعني ممكن يضربك، ممكن ينط من الشباك ويهرب، ممكن يخبط حاجه في نفسه. فانت بتروح قايل شوف، يعني انا حاولت معاه وبرضه سلوكه وحش. لا لا، انت اللي ما قريتش العلامات من بدري، انت اللي ما قريتش العلامات اللي قالت لك من الاول اخرج، انت اللي كملت وحبيت تفكست يعني، فجت في وشك. لكن ده مش مشكله في دي بقى مشكله منتشره جدا، دي مشكله منتشره جدا. so if you leave، انت لما تمشي بدري بدري احسن، علشان بعد كده ما تلومهاش على السلوك. فاهم ازاي؟ يعني هي مش مشكله سلوكيه، ده هي مشكله عصبيه، وبعدين ظهرت في السلوك بسببك، بسبب ان انت معرفتش تتعامل معاها. فانا بقول هنا افضل الحلول ان انت ايه، تستنى لغايه لما يهدى الشخص ده وتبعد او تسكت. المهم تسكت تبعد، ممكن تسكت مش لازم تمشي، بس ممكن تسكت خالص بجد. ما تحاولش تقول حاجه، ما تحاولش تقول انا اسف حتى، don't do it, just shut up. بجد دي نصيحه عشان انا احمي الاهالي يعني، واحمي المتوحدين طبعا. فدي هي دي النصيحه اللي انا كنت عايزه اقولها. وفي نوع تاني من الاهالي او من الناس اللي ما بتبقاش فاهمه يعني، المدرسين وكده، اللي هو يقول لك ايه، ده بقى ده شخص بقى ايه، مش بيحاول يتعامل مع المشكله في الوقت نفسه، لا، ده بيعمل حاجه وحشه برضه، انيل بقى، يعني بيحاول ايه، يغطي المشكله. يعني يقول لك ايه، الطفل ده مزعج، طب بص اعمل كده واعمل كده، اعمل كده دلوقتي وخلينا نسكت. بيحاول يجمل المظهر الخارجي، بس هو ما حلهاش على فكره. يعني هو كانك ايه، يلا نحط عليه شويه بودره فيبيض، يعني بالظبط كانك بتعمل كده، انت كده ما حلتهاش. ودي بتحصل مع المدرسين لما مثلا يلاقوا طفل مزعج او طفل ديسربتيف بقى عمال يعمل مشكله في الفصل، او مثلا اب وام وابنهم فعلا اوت اوف كنترول لسبب معين، في حاجه حساسيه، اي حاجه بقى وترته وبتاع، وهم بقى ايه، قالوا لازم تسكت حالا والا هنعاقبك، فاضطر يسكت علشان خايف يتعاقب يتاخد منه الهوس بتاعه. فانت كده كتمتها، انت كده ما حلتهاش يعني، هو شكله هدي، بس هو المشكله لسه موجوده على فكره، المصدر موجود، عمل ماسكينج، يعني ده كده عمل ماسكينج. انا عايزه اوصل هنا لايه، ما تعملش كده، يعني ما تعملش كده، لازم تشوف ايه اللي تسبب في كده. لان
في علم النفس في التوحد والاي دي اتش دي بيقول لك هي جمله واحده كده، قاعده، خدها كقاعده: اسهل عليك ان انت توقي طفلك من ان هو مشاعره تفلت منه، على انك انت تحاول تظبط مشاعره بعد ما فلتت منه خلاص. يعني it's easier to protect him from dysregulation instead of regulating him بعد ما هو بقى dysregulated. فمن الاول لازم تعمل وقايه. هو عامه خلاص، يعني اخر حاجه هقولها، انا ممكن بعمل حلقه تانية اقول فيها التفاصيل اكتر، انا عارفه ان كلامي عام، بس انا هقول حاجه اخيره. المتوحدين لما بيتنرفزوا كده هو بيبقى عاده حاجه ثابته، يعني هم فقدوا التحكم، هم اساسا عايشين في عالم كله فوضى، بالنسبه لهم كله فوضى. وزي ما قلت في الاول الحواس اوفرويلمنج جدا، الشخص ده اصلا مرعوب يخرج بره، كل تفصيله مرعبه بالنسبه له. هو مشاعره كمان، هو عامل زي في واحد متوحد قال حلوه، قال بالظبط عامل زي ايه، الدكتور بيقول له حسيت بايه، الدكتور بيقول له كده، بيقول له حسيت بايه بقى بعد لما انت كبرت دلوقتي، حسيت بايه بقى لما بتبص على نفسك وانت مراهق وكنت عايش في توتر كده، كنت حاسس بايه ساعتها وانت مراهق وعايش في توتر فظيع طول الوقت كده، توتر طاغي عليك وقاعد في البيت ومعزول. فالراجل قال له كده، قال له هو انا ما كنتش اعرف، لان انا كنت عامل زي السمكه وهي في الميه، هي ما بتبقاش واعيه ان هي في الميه الا لما بتطلع بره الميه. مثال حلو قوي فعلا، صح. يعني ده حال للمتوحد اللي عايش ما بيخرجش من البيت ده، هو اوفر جدا، هو مش عارف، هو مش عارف ان اللي هو فيه ده قلق مزمن وتوتر عنيف، هو اللي عازله كده، هو اللي مخليه مش قادر حتى يبدأ يحس بحاجة، مش عايز يحس، مرعوب من فكرة احاسيس. ف ده شخص ما عندوش تحكم في اي حاجة. فانت لما هتيجي تدخل معاه في صراع، يعني لازم تحاول تفهم ان هو فعلا هو عايز تحكم، هو عايز تحكم في اي حاجة، بيدور على تحكم في اي حاجة، علشان كده فلتت منه خالص، فلتت منه. فانت حتى وانت بتحلها له بعد كده تقول له طب انت تحب كذا ولا كذا، انت عايز تديله اي تحكم ولو حتى وهم التحكم، وهم التحكم. دي عامة يعني حاجات كده عامة انا حبيت اقولها، نصايح عامة يعني. وفي حاجة أخيرة دي موجودة في التقليديين وموجودة في المتوحدين، إن أحيانا المتوحدين ساعات بيتكلموا كتير، هما بيتكلموا بيحكوا مشكلة أو بيشتكوا، هو بيبقى مش عايز نصيحة في أغلب الأحيان، إلا لو قالك أنا عايز نصيحة، بس هو في أغلب الوقت هو مش عايز نصيحة، هو بيتكلم، هو عايز يسمع نفسه، عشان هو لما يسمع نفسه بيشوف المشكلة، بيشوفها، هو أصلا مش شايفها، هو عايش جوه المشكلة، ومن كتر ما هو عايش جواها مش واعي بيها. فلما بيشتكي من حاجة هو ما بيبقاش عارف، يعني هو بيشتكي من حاجة، مثلا بيقول أنا متضايق من كذا عشان كذا، فأنت تيجي تقول له بس ده مش منطقي، وأنت عندك حق على فكرة، هو لسه مش شايف المنطق، هو لسه هيشوفه، لسه هو عايز يتكلم وعايز يسمع نفسه، علشان لما بيتكلم بيطلع الأحاسيس دي بره، فبيسمعها، فبتتحول من المجرد للمحسوس. هتقولي ما الكلام ده بيمشي برضه على التقليديين، مظبوط فعلا، أي إنسان لما بيجي يتكلم الحل بيظهر له من غير ما الشخص التاني حتى يكلمه، صح، الحل بيظهر له، المشكلة بتظهر له وبعديها الحل بيظهر له، حتى مشاكله هو عيوبه، دي حقيقة. بس المتوحد عنده أزمة أكبر هنا، إن هو أصلا يعني هو هياخد وقت على بال ما يتكلم، هياخد وقت على بال ما يفربلايز المشاعر، لان هو ما عندوش اساسا اكسس ليها. وده اللي انا ده اللي انا اتكلمت عليه، اسمه لا مفرداتيه. لا مفرداتيه مش معناها بس ان انا ما عنديش مفردات لمشاعر، لا مفرداتيه في محتواها كمان ان انا مش عارف انا حاسس بايه اصلا، انا حاسس بحاجه وحشه، انا حاسس حاجه غلط، حاجه تقيله، يعني ايه حاسس بايه. فهو لما بيجي يتكلم سيبه يتكلم، حتى لو انت عايز تقوله طب ما انت اللي عملت، طب ما انت انا عارفه، لان انا حصلت معايا دي فعلا، حصلت معايا بيني وبين شخص، ففهمت الفكره ايه، الشخص مش عايز نصيحه ولا عايزني اقول له، طب ما هو بيشوف، هو عايز يسمع نفسه، لانه ما بيتكلمش، فما صدق يتكلم، بس هياخد وقت اضعف، هياخد وقت اضعاف التقليدي على بال ما يفهم حتى مشكلته لو هو عنده مشكله. انا ارجو اكون وضحت الحته دي، وارجو تكون دي كانت حلقه مفيده. وجوجل بقى العصب الحائر، و بالعربي كاتبين كلام غريب جدا، بيقول لك ما تقربش من الميه الساقعه عشان العصب الحائر بيضرب ولا ما اعرفش، طبعا ده كلام فارغ، لان كل المصادر الاجنبيه ما بتقولش كده، بتقول عكس. يعني ارجو ان انتوا تنوعوا في المصادر، مع احترامي طبعا لكل العرب المصريين، يعني انا بس حبيت انوه يعني على الحته دي. و بليز لايك اند سبسكرايب وكومنتات لو عايزين، وبعتذر لو انا شرحت حاجه غلط، يعني شرحت حاجه بشكل ملخبط شويه. تمام، شكرا جدا.